مرحبا ويا حياكم الله بقناتي. رجعت لكم بفيديو جديد. إذا هذه أول مرة تشوفوني فوياكم زنوبة الشمري، وهذه قناتي منوعة وكل شيء أنزل بيها فلوقات وطلعات وطبخات وهواية وصفات عناية شعر وبشرة وجمال وكل هذه السوالف. بعد التنظيف والطبخ والمواعين وكل هذه السوالف صبغ ظافري الشلاع، فكلش أكره هذا المنظر، والعماني خلته الصبح فمو حلو صار، حبيت أغيره. كلش تعجبني أظافر الطوال نفس ما خليت لكم إياه هنا بالفيديو، بس مو طول مبالغ لا، بس يعني يعجبني الصبغ كلش هواية، وحبيت لازم صبغ لماع اي لون، بس المهم شوي بي لمعة جليتر، اموت على الجليتر. المهم شلت الطبقة الاولى، عادي شوي بيهم لون خفيف، بس لان انا راح اخلي طبقات فما راح يبين، خليت من هذا اللون طبقة خفيفة. بعدين راح اعيد عليها بالجليتر هذا اللي هسه راح اشوف لكم اياه. كل شيء احب تصبيغ الاظافر، وكل ما اصبغ اظافري احسهم والله جديات يعني يطولون. ليش؟ لان راح تصير يعني صبغ اظافر راح يصير طبقه تحميهم من الشخط او من الضربه او هيك شيء. والله يعني كل شيء احس صبغ اظافر يطولهم، يعني اذا اخليه احس ورا كم يوم اظافري قوة نوعا ما طولت، وكلش ضروري ومهم نوعية الأسيتون اللي تخلوها. أكو أسيتون يدمر الأظافر، شوفوا هذا اللمعة قد حلوة، أموت على اللماع. نفس ما قلت لكم هواي نوعيات يعني أسيتون تدمر الأظافر، فانتبهوا على النوعية اللي تجيبوها. والبرد هماتين إذا تبردون بطريقة غلط فأظافركم راح تنعدم، وانطوا يعني انطوا فترة الأظافركم ترتاح، مو صبغ أو جلش أو أكريليك، ترى كلهم هذول يأذون الأظافر. وهواي تجيني شلون نطول أظافرنا بنات. أول شي جينات، ثاني شي الاهتمام، ترطبين دائما مدار الأظفر، تقرضيهم بأيام مناسبة، تخلين مرطبات زينة، وأهم شي تكونين فيتاميناتك كاملة، أو إذا عندك نقص فيتامينات أو هيك شيء تقدرين تاخذين من الصيدلية مكمل غذائي مكمل فيتامينات. أكو فيتامينات خاصة للبشرة والشعر والأظافر، يعني تلاحظون عليهم طول مو طبيعي زائد قوة للأظافر، فكلش أنصح بيهم. هذه نوعية المرطب اللي خليتها، بس أنا يعني سهولة إلا هيك أشلع وهسه بعد الترطيب والصبغ بقى على ايدي شلون طلعت حلوه وكيوت وهيك شي يعني شي نظافه يقزقز. المهم بعد شقد حلو. فنفس ما قلت لكم جدا مهمه الفيتامينات حتى تحصلون على اظافر كلش حلوه. وشوفوا هاي يعني ما احاول اصورها بس ما اعرف شلون. المهم من ضمن سلسلة التجارب الفاشلة اللي أنا أسويها هاي التجربة، طبعا كل شيء أشوفه ترند وأنا عندي المكونات مالته لازم أجربه. فشفت يجيبون دم الغزال ويسوون بيه تنت. شلون؟ إنه تجيبيه أما تخليه بزيت أو مي. جبت دم الغزال وخليته هنايا بزيت جوز الهند، ما انطاني اي لون نهائيا، ما بي لون، يعني هذه بس بالماعون يعني بيلون، بس هو ما بيلون نهائيا، ما بيلون. لان زيت قلت خلي اجربه بمي. جربت هنايا بمي بس هم ما انطاني اي نتيجه، لا انطاني نتيجه لون اصفر فاتح كلش مو حلو، بالاضافه الى انه دمر لي السنك، ايدي، اسناني، يعني لوصت الدنيا بيه. تجربة كلش فاشلة، بس هي هواية ترند بالتيك توك وحتى هنا باليوتيوب، بس هي تجربة كلش فاشلة. واشتريت انت احسن، وهذا الكلام موجه الي ايضا. بس انا يعني حبيت العلبة، قلت له يصير كان يصير العلبة تجنن، انا اهم شي عندي العلبة يعني. فهذه من ضمن سلسلة التجارب الفاشلة. أو إذا حابين أي تجربة عندكم أنتوا ما تقدرون يعني تجاسفون تجربوها، أنا أجربها. فهذا اللي سويته اليوم. العلم أني كلش مقتنعة أنا راح تطلع تجربة صحيحة، من هواية أشوف فيديوهات يضبطوها يصير يجنن تنت خرافي، بس كلش خراب. وبهيك نكون وصلنا لختام فيديو اليوم. أكيد لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون زر الجرس، وحتى كل فيديو جديد أنا أنزل يجيكم شعار بأنه أنا نزلت. وأشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. وأيضا نفس ما قلت لكم إذا حابين أي تجربة تكتبوا لي مكوناتها أو تمنشلون لي على فيديو، حترك رابط الانستا مالتي ورابط التيك توك ونجرب سوية. وهاي التجربة أبدا لحد يجربها، لأن كلش فاشلة. هذول الأشياء كلهم شلتهم ذبيتهم بالزبل، والماعون يعني بالقويلة طلع من يم اللون، ودمرت اني المطبخ، اسناني، السينك، كل شيء انصبغ باللون الاصفر الكركمي، شرط اللون الكركمي. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، مع السلامة.